الموضوع في الأول ما كانش سهل جدًا، أنت قعدت في نادي الزمالك 6 سنين، عندك ذكريات كتيرة، خصوصًا إن أنت ما كنتش لعيب بس، يعني إمم، ما كنتش لعيب عادي، إمم، لعيب بتتحمل مسؤوليات في أوقات كتيرة، فتحس إن نادي الزمالك مسؤول منك، إمم. فده مش سهل إن أنت تاخد خطوة زي دي، بس في الأول وفي الآخر أنت اكتشفت في الآخر إن مش عايز أقول كلمة يعني تزعّل الناس منّي، بس ما فيش حاجة باقية، أنت أهو أنت اتهنت لمدة سَنة، معلش أنا اتهنت حرفيًا لمدة سَنة، الناس كلّها بتسرّب لي وبتشتمني وبتعمل كل حاجة، سَنة خلاص أهو ده حاجة بتثبت إن أنت ال5 سنين اللي عملتهم ولا حاجة. مش حاسسها محبة، يعني أنا مش عايزك تمشي، هاعمل أي حاجة. عارف أنت لمّا يبقى في واحد حريص على حد أوي، معلش، أنا معلش باحاول أجيب لك وجهة النقص زيزو، أنت بالنسبة لجمهور نادي الزمالك جنان، حُب وعلاقة كانت كبيرة، فأنت أكيد مستوعب فكرة إن أنت بتمشي من عندهم، فأنا عايز أعمل أي حاجة عشان خاطر أخلّيك تقعد. شُفتها كده والّا أنت شايفها إنه لأ ما شُفتهاش كده ما خالص، شُفتهاش كده خالص؟ لأ ما شُفتهاش كده.